السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ووليد الشعلة تقدم ايضا للسلمون بانجا الى منطقة جزاء فريق توتي على الخرطوم بانتظار كرة عبدول عجاجون عن نيجيريا، هدفين في الدوري لعبدول. عبدول يلعب كرة داخل منطقة الجزاء بالراس والكرة في الشباك، جول! هدف اول في المباراة لمصلحة فريق الهلال العاصمي من كرة ركنية على يمين حارس المرمى محمد آدم، والكرة في الشباك، والهلال العاصمي في الدقيقة الخامسة من المباراة ينجح في تسجيل أول أهداف اللقاء من كرة كانت ركنية لعبدول عجاجون عرضية داخل منطقة الجزاء. متابع سرعاتها عبدول عجاجون عرضية داخل منطقة الجزاء، والمحاولة بعد ذلك في الشباك والدين خضر بوجبا، وامامنا توران ايبنجي على المدير. اثر كثيرا على حضور الجمهور في مباريات الدوري الممتاز، وانطلاقه اماميه لفريق توتي داخل منطقه الجزاء، وهذه تصويبه الدين حسين يعدل النتيجة لمصلحة فريق توتي على الخرطومي. أبناء الجزيرة يعدلون النتيجة، انطلاقة وتمريرة لبهاء الدين حسين على طول في الشباك على يسار على عبد الله ابو 20 ومبنى نيجيابا، في فرحة كبيرة للاعبين فريق توتي على الخرطومي. انطلاقة وتمريرة من وليد ابراهيم، ممتاز وليد ابراهيم، مرت على فيكتور نانكي وصلت بهاء الدين حسين على طول باليسار في الشباك على عبد الله ابو 20 يعدل النتيجة لمصلحة فريق توتي على الخرطومي. هدف لفريق الهلال وهدف لفريق توتي، وندية كبيرة في هذا اللقاء وفي الشوط الاول متابعينا في كل مكان عبر قناة عنينين. دوشكا لابراهيم هاشم مقطوع من امامه، موفق صديق والتمريره لعجاجون محاوله على مشارف منطقه الجزاء جوال الدين اماميه استلام تصويبه، جول! هدف هلالي الثاني عن طريق وليد بخيت، وليد الشعلة من لمسات والتمريرات التردد السريع للاعبين فريق الهلال العاصمي، فدوهات ما بين موفق وأطهر الطاهر، وصلت لعبدول عجاجون بعد ذلك لوليد على طول الشعلة في شباك محمد آدم يسجل الهدف عن الهلال الثاني. وليد بخيت يشعل المباراة، يتابع في الإعادة عجاجون لمسه والتمريره، وصلت بعد ذلك الكره لوالد الدين خضر بوكبا عن بينيه للشعله، استلام دوران في الشباك على طول على يمين محمد آدم يسجل الهدف الثاني لمصلحه فريق الهلال. متابعينا في كل مكان عبر قناه النيلين الرياضيه، مباراه مثيره، مباراه اكثر من رائعه هنا في ملعب استاد الخرطوم، واحتياجات من قبل الجهاز الفني